تبقى غني من غير ما تبذل مجهود؟ لو بتتكلم الماني او فرنساوي او حتى لغه غريبه هقولك عليها، فالمكان ده بقى هو جنتك على الارض. في بلد عدد سكانها اقل من حي عندنا في القاهره، لكن دخلك فيها ممكن يخليك من اغنى الناس في اوروبا. البلد دي من كل 5 فيها في واحد على الاقل معاه $1,000,000. هي اصغر دوله في اوروبا بس اغنى دوله في العالم، لانها مقر لاكبر المؤسسات الماليه العالميه وكمان البنوك الاستثماريه. من صغرها انت ممكن تمشي البلد كلها في يوم واحد، لان مساحتها حوالي 2500 كيلومتر بس، يعني اصغر من القاهره. ده في ناس بتعمل تحدي انهم يمشوها كلها في يوم واحد او يومين بالكتير قوي. عدد سكانها مش مكمل ال1,000,000، لكن فيها اكتر من 160 جنسيه، يعني فرصه شغلك هناك بتساوي ذهب. مواصلات هناك مجانيه 100% سواء كنت من اهل البلد او حتى هتزورها بس. والتعليم هناك كمان مجاني من الحضانه للجامعه. لو اتزنقت بقى ماديا الحكومه نفسها هتساعدك. مفيش حاجه عندهم اسمها بطاله، الاقتصاد قوي جدا ودايما بيطلبوا ناس تشتغل. معدلات الجريمه قليله جدا، حتى الزحمه مش موجوده. ومش بس كده، البلد دي فيها اكتر من 100 قلعه، عشان كده بيسموها ارض القلاع. قول لي بقى في الكومنتات ايه هو المكان ده، وتابعني بقى عشان الحلقه الجايه هقول لك على دوله بيدفعوا فيها للناس فلوس عشان يعيشوا فيها.